اهلا معاكم سارة، والنهاردة هعمل معاكم اكتر وصفة بحبها للجمبري بالثوم والزبدة، وكمان مكرونة بالوايت صوص. طعمها يا جماعة بجد خطيرة، هتعجبكم جدا جدا انا متأكدة. يلا على طول من غير كلام كتير نبدأ نشوف الوصفة بتاعتنا هنعملها ازاي. قبل ما نبدأ نشتغل في الوصفة بتاعتنا هنحط حلة على النار فيها مية ونسيبها لحد ما تغلي. ويلا نشوف المكونات بتاعتنا عبارة عن ايه. عشان نعمل المكرونة محتاجين الجمبري، وممكن تستخدموا جمبري اكبر من ده، كريمة طهي، توم 3-4 فصوص كده من التوم. انا بحب التوم كتير قوي هنا. لو مش بتحبوا التوم كتير هو مجرد فص، وممكن تبدلوه كمان بالتوم البودر، هيكون الطعم بتاعه اقل وهيديكوا كمان طعم التوم بسيط. بصله متوسطه مقطعينها مكعبات صغيره خالص، بقدونس كزبره يكون مفرومين ناعم، عايزين بس الورق بتاعها مش عايزين الاعواد. جبنه، اي نوع جبنه تكون موجوده عندكم، يفضل هنا البارميزان، يعني اي نوع برضو يكون موجود عندكم مش هيقول لا. بحب استخدم هنا زيت الزيتون، لو مش متوفر عندكم او مش بتحبوا طعمه فتقدروا تبدلوه باي زيت عادي. ملح، مش عايزين بهارات ولا اي حاجه اكتر من كده. والمكرونه اي نوع يكون عندكم بتحبوه او متوفر عندكم، اسباجيتي، بنه، فيتوتشيني، اي حاجه برضو هيطلع معاها الوصفه حلوه قوي. طريقه تنظيف الجمبري سهله جدا جدا. هفتحها بسيط خالص بالسكينه، وبعد كده هنبدا نشد بس الجزء اللي هو الحبل الشوكي بتاعه ده بالراحه خالص، هتلاقوه طالع معاكم بكل سهوله. البهارات اللي هنضيفها هنا هو ملح والفلفل اكيد، هضيف معاه كمون، مع الاسماك عموما بيبقى حلو جدا. معلقه صغيره خالص من البابريكا المدخنه هنا كمان هتبقى حلوه قوي، بس مش عايزين اكتر من كده. هنقلب كل حاجه مع بعض في الجمبري عشان بس يشرب التتبيله شويه على ما نبدا نشتغل في الحاجه بتاعتنا. في طاسه على النار لازم تكون سخنه جدا جدا، هضيف فيها معلقتين 3 من الزيت. هنزل بالجمبري وابدا اقلب فيه كده لحد ما اتاكد ان خلاص اللون بتاعه كله اتغير. ولو كنتوا جايبين الجمبري فريش يبقى اللون بتاعه يتحول اورنج على طول، فده يبقى خلاص تمام كده، ونبدا نكمل في الخطوات مع بعض. بس زي ما انتم شايفين اللي انا جايباه فروزن هينزل منه ميه كتير، فهستنى لحد ما الميه دي تتشرب نهائي وتبقى بالشكل ده. هشيله من الطاسة عشان كده خلاص، يعني هو كده كتير عليه. لو زودنا اكتر او خليناه في الطاسة وكملنا عليه بقية الخطوات هيجلد معانا كده وهيبقى كواتش، مش هيبقى حلو خالص. هضيف معلقة من الزبدة، بحب اضيف الزبدة هنا بتبقى طعمها حلو. ممكن نكمل عادي في نفس كمية الزيت لو انتم مش عايزين تزودوا دهون كتير، وممكن كمان نزود معلقة من الزيت على الكمية اللي موجودة عندنا. هضيف البصل واقلب تقلبتين 3 كده بس عشان يدبل بسيط. هضيف عليه التوم كمان واقلب تقليبه بسيطه لحد ما اشم ريحه التوم. هضيف عليهم ميه من سلق المكرونه عشان بس تنضف الطاسه بتاعتي، تشيل اي حاجه لازقه فيها، مش اي حاجه وحشه يعني. لا، الطعم بقى اللي نزل من الجمبري والبهارات والحاجات دي كلها تخلي كل حاجه في الطاسه تطلع. هسيبه بس يغلي كده حبه صغيرين ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هضيف عليه الكريمة، وزي ما اتفقنا ممكن نبدله ببديل الكريمة، عبارة عن لتر من اللبن بحط عليه معلقة أو معلقتين من الدقيق، وبيكون على حسب السمك اللي أنا حباه بتاع الصوص. معاهم مكعبين 3 من الزبدة، و3 معالق كده كبار من القشطة، ورشة من جوز الطيب، ورشة من الملح، هظبط الملح بتاعه كمان. ويقلب كل حاجة كويس جدا جدا على البارد، وبعد كده مع التقليب المستمر على النار لحد ما نوصل لقوام يكون حلو. هسيبها تغلي. هضيف عليها المكرونة سلقتها 3/4 سوا، هضيفها على الصوص واسيبها تكمل سوا فيه، وهضيف عليه كمان الجمبري ياخد غلوة في النهاية خالص معايا، ويبقى كده المكرونة جاهزة معانا. هنبدأ نحضر الجمبري بالزبدة والثوم. محتاجين الجمبري بتاعنا اكيد طبعا، وانا بحبه يكون اكبر من كده، بس عدوها يعني اللي انا مستخدمه الجمبري الصغير ده ما كانش متوفر في الهايبر الحجم الكبير، فهنقضي الغرض بتاعنا بالحجم ده. بس كل ما يكبر الحجم بتاعه بيبقى احلى بكتير. كزبرة وبقدونس مفرومين ناعم جدا جدا، الورق بتاعه بس مش عايزين العيدان بتاعته. فص 2-3 من التوم على طول، زي ما بقولكم التوم بيكون على حسب الرغبة بتاعتكم الكمية بتاعته. رشة بس من الفلفل. جبنة،
عصير ليمون اكيد، ولو كان فريش يبقى احلى بكتير، ميه سلق المكرونه، زيت زيتون، والزبده اكيد ده المكون بتاعنا كمان، والملح. وفي طاسه سخنه جدا جدا هنضيف عليها معلقتين من الزيت، نضيف الجمبري بتاعنا. وكالعاده زي ما قلت ان الجمبري فروزن فهينزل الميه بتاعته مهما عملنا، فهنستنى لحد ما الجمبري يرجع يشرب الميه دي كلها ويبقى معانا بالشكل ده. هضيف عليه الملح والفلفل والثوم واقلب لحد ما اشم ريحه الثوم. هضيف عليه كمان الكزبره والبقدونس، وممكن نستخدم بقدونس بس لو انتوا حابين، او كزبره كمان بس لو انتوا حابين. هبدا انا اضيف 3 معالق كده حلوين او معلقتين كبار من الزبده. انا عندي زبده لورباك اللي هي السايله، فانا هضيف منها كده معلقتين كبار، وعليهم معلقتين كمان كبار بعد ما اقلب كده شويه، معلقتين كبار من ميه سلق المكرونه. هتخلي هنا ان الجمبري يكمل سوا وكل حاجه تتشرب مع بعضها، وفي نفس الوقت كمان هتخلي يبقى عندي صوص كده بسيط طعمه حلو قوي. هضيف هنا رشه من الجبنه، وعلى المكرونه كمان انا ضفت رشه من الجبنه، ولسه اكيد هنضيف كمان فوق على الوش مع تقديم. وكده عندنا المكرونه بالوايت صوص والجمبري بالزبده والثوم، ورشة جبنة على الوش، رشة بقدونس أو كزبرة. تقدروا تاكلوا المكرونة كده، ممكن تقدموا المكرونة تكون سادة وعليها بس حبة من الزيت وتحطوا عليها الجمبري بالزبدة والثوم. أنا بقى بحب الطبق ده، يعني أنا بحب الطبق ده جدا جدا جدا، فتقدروا تقدموها بالطريقة دي وتقدروا تقدموها بالطريقة دي. وده الشكل النهائي. يا رب يكون عجبكم وصفة النهاردة واستفدتوا منها. قابلكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، وسلام عليكم.